كرد على أحد الأسئلة الهامة التي سألتها لأعضاء تنظيم الإخوان مقدم أنا دلوقتي مهذب وكده، مفيش بقى الكلام الوحش التاني ده. فبخصوص موقف هذه الجماعة من السعودية، كان السؤال اللي تلخص في التالي: امتى اكتشفتم ان آل سعود دول هم آل سلول وخونة وبتاع؟ هل هو من البداية كنتوا عارفين ان هم خونة فرحتوا قاعدين برضه عندهم وتمام التمام، ولا الاكتشاف جه بعد 2013 بعد ما عبد الله حلق للجماعة؟ الحقيقة في إنسان محترم، وده عملة نادرة اليومين دول، فرد يعني هو بقى بيرد على ادعائي او على سؤالي، والراجل بيتكلم بأدب واحترام، فنتكلم برضه بأدب واحترام، انا انسان مهذب كده. فهو بيرد على هذا الاستفسار، قال له: إجابة عن سؤالك لماذا اكتشف الإخوان الآن أن السعودية وقيادتها خونة. أولا، مع كل الاحترام لك، الشخص العالم بالتاريخ والسياسة لمنطقة الشرق الأوسط يعلم جيدا أن الأنظمة العربية عموما والسعودية خصوصا تتغير حسب الملك وسياسته، والإدارة الأمريكية وسياستها. هل تستطيع أن تقارن الملك فهد والسعودية تحت سياسته، والأمير محمد بن سلمان والسعودية الآن مع كل الانفتاح والتغيير في السياسات الخارجية والداخلية؟ المصالح تتغير وفقا للأحداث المتغيرة. هل مصر الآن هي ذاتها مصر في زمن عبد الناصر؟ بالطبع لا. حلفاء مصر الآن هم أعداء مصر في السابق. وبيكمل بقى الأخ اللي اسمه آدم صالح، يقول لك: كل جماعة وحزب تتحالف وفقا لمصالحها سواء الإخوان أو غيرهم، ولا عيب بالتحالف مع دول كان مؤسسها صالح أو خائن. فتركيا التي لجأ إليها الإخوان في هذا الزمن كان مؤسسها أتاتورك، وهو بالنسبة للإخوان شخص سيء، فهذا ليس معيارا. شكرا. إيه بقى الرد على هذا الكلام؟ طبعا أنا أرى أن هذا الكلام فيه الكثير من المغالطات وتجاهل الكثير من الحقائق. ليه بقى؟ أولا، هو هنا بيتكلم عن جماعة ليست مجرد حزب سياسي عادي، مثلا بنتكلم عن حزب الوفد او التجمع فالنهارده مصلحته هنا، طب تاني يوم مع حد تاني. لا، هو ما بيتكلمش عن دي، مش جماعه، مش حزب زي الوفد او التجمع او بقيه الفواتير دي. الحقيقه دي جماعه بتدعي لنفسها انها جماعه ربانيه. طبعا في موشح مشهور بقى، جماعه مش عارف طريقه صوفيه وجماعه سلفيه ومش عارف ايه رياضيه، وكله يعني كان حسن سبانخ كان عاملها كشكول، يعني اي حاجه في اي موضوع. فهنا الادعاء الحقيقه ان كل ما معناه ان كل جماعه او حزب بتدور على مصالحه. انت امام جماعه طول النهار بتصرخ في الناس: الجهاد سبيلنا، الموت في سبيل الله اسمى امامنا، سنكافح ونجاهد من اجل الدعوه وسنموت ومش عارف ايه وهنعمل ايه، وسنتمسك بالمبادئ وسنتمسك بالقيم. فانت هنا ادعيت ادعاء انا سالزمك بما الزمت نفسك به، انت اللي ادعيت هذا الادعاء. طب انا ازاي؟ وبعدين بعد كده تقول لي اصل لا، اصل هي دي مصلحتي. يبقى انت الموضوع مصالح زيك زي الاخرين، مش عارف انت ليه مركب المواضيع في بعض بقى. ما تفكها. يعني انت شغال مصالح. انا عارف هم مع امريكا وبتاع، بس انا قاعد باكل ووقود احفوري وبتاع، يبقى تمام مفيش مشكله وبتاع. هم نفسهم برضو مع امريكا كل حاجه، بس حلقوا لي يبقى ايه خونه ولاد وسخه، وايه ال سعود دول بقى يبقى اسمهم ال سلول. ده بالنسبه لفكره ان ايه ان كل واحد بيدور على مصلحته. بس انت في الاول ما ادعيتش كده، ادعيت انك انت صاحب مبادئ وقيم وانك ثابت على الحق وقابض على الجمر ولا انا غلطان فهمت غلط؟ ما اعتقدش ان انا فهمت غلط يعني. فاولا ده اول نقطه في الرد على ما قال. النقطه الثانيه، هو بقى بيتكلم على موقف السعوديه، فبس هو ايه تجاوز ايه، عدى مرحله كده، والمرحله دي مهمه قوي، اللي هي المرحله عبد الله قبل ما يشفف لهم، وبعدين عبد الله بعد ما شفف لهم، وبعدين بقى المرحله في مرحله كده ايه قصيره اللي هي بتاعت سلمان، لان ما كانش لسه ظهر ولي العهد بهذا الشكل الموجود الان، فكان مرحله سلمان، وبعدين بقى ايه بدأ يظهر ولي العهد. طبعا السعوديه منذ انشائها
هي في تحالف استراتيجي مع امريكا. وموضوع اللقاء بقى بين روزفلت وعبد العزيز يعني هم روزفلت وعبد العزيز ما تقابلوش في بير السلم ولا في عشة الفراخ فوق السطوح وبتاع. ده الامر معروف للجميع ومعلن وما فيش اي لبس فيه يعني. وطبعا معروف برضو ان في نفس الوقت ما ليس في الامر اي لبس ان امريكا تساند العدو الصهيوني المتغطرس. برضو معروف. وبعدين هي الحقيقه مش علاقه تحالف، هي بالعلاقه لان مفيش تكافؤ، هي علاقه تبعيه في الحقيقه. ومش ذنب يعني. مش هو مثلا كده من نفسه انا نفسي ابقى تابع، لا هي الظروف. لان دوله بتتكلم، دوله عظمى متقدمه جدا، دوله عالم ثالث مضاربها السلك وليس لديهم اي امكانيات. فالطبيعي هو ده الطبيعي يعني. ما فيش شيء مستغرب في القصه. توافق عليها او ما توافقش بس هي منطقيه يعني. فالناس دي مع امريكا، وانت رحت قعدت وكيفت وبتاع. لما رموك في الشارع، عبد الناصر رماك في الشارع وبتاع، فرحت وتمام، كان الوضع تمام وكان طاعة ولي الامر وكل الشغل يعني. عملت كل الشغل المطلوب منك. طيب هنقول ان انت يعني ايه ساذج ومعتقد ان هم فعلا بقى الاسلام والشريعه والذي منه وبتاع. استمر هذا الامر حتى هم يشففوا لك بعد ايه فيلم احداث سبتمبر وبتاع وغزوه منهاتن. حتى طلع باين وزير الداخليه السعودي قال لك على فكره هم بوز الاخص دول. هم سفكوا كل المصايب وبتاع. وانت برضه عديتها على اساس ايه الوقود الاحفوري برضه شغال وبتاع. فمفيش داعي ايه نشفف لهم وايه نمشي الموضوع نعديها وبتاع، مش مشكله. جه بقى بعد كده طبعا الموقف الحاسم ان جه عبد الله ساعة بعد الانقلاب الطاغية السيسي على الرئيس الأول، رئيس مدني منتخب. إن هو حلق لكم وقال لك أنا أؤيد الطاغية السيسي وبتاع وكده. حتى كان في فترة توقف وتبين ان نبتدي بقى نشتم في السعودية نقول آل سلول ولا الجايز عبد الله يرجع في كلامه. فايه استنوا شوية وبتاع، لقوا ان مفيش فايدة. فاللي هو ايه هذا المجرم عبد الله وبتاع، وهوب طق عبد الله مات. وطبعا بقى ساعة لما عبد الله مات بقى كان فرح بقى هلاك الطاغية المجرم، اللهم اجعل قبره حفرة من حفر النار وابن الوسخة وعمل ايه عملوا الفيلم. يبقى اذا الاكتشاف خيانة وآل سلول وآل سلول برضه هو بيقول ان آل سلول دي اختراع داعش. لا ده متكررة بقى على مواقع التناكح الاجتماعي وفي تلفزيوناتهم والقنوات الأراجوزات دي في تركيا بتاعه. يعني الموضوع طبعا الواحد انا برضو نسيت اذكر هذه الشخصيه التاريخيه العظيمه اللي الانسان دايما بيتابعها. الفيلسوف والمؤرخ والعالمي، العالمي فعلا اللي عايز يشوف بلاهه الاخوان. بص في وش صبر مشهور هذا الشخص. المهم طبعا ايه قال سلول بقى بيقرا بقى والواد عميق وبيجيب من المخابرات يعني ظهر بقى ان ايه ان فجاه دول قال سلول. طيب هم دول قال خلاص هم قال سلول ماشي قال سلول. جه سلمان. الناس بس بتنسى شوية. أول ما جه سلمان كان في بقى إيه تفاؤل عظيم في صفوف الإخوان بقى. لا سلمان ده مختلف تماما، سلمان ضد الانقلاب، سلمان يا سلام. واللي هو بقى إيه كمان لو كان سلمان ده بقى اللي هو إيه سيحرك بقى فرقه المدرعة وطائراته المقاتلة لتضرب الطاغية السيسي وتحرر بقى مصر من الطغيان وبتاع. طبعا إيه ده كان الإيه المشهد اللي هم عاملينه. وانا ما بهجص يعني ايه في هذا لان انا متابع يعني. ما تفتكر ما بعملش فيديوهات ان انا مش متابع، لا متابع وعارف هم بيقولوا ايه بيعملوا ايه. فمثلا في واحد اسمه محمد الصغير من ضمن ايه من لف لفهم ده في حزب من لف لفهم يعني. الحمد لله. لا لا سلمان ما شاء الله ده ضد الانقلاب والحمد لله. طبعا يقضي على الحوثيين هؤلاء الروافض المجرمين في اليمن وتمام التمام. سلمان ده شيء جميل جدا. وبدأت الهوجة بقى سلمان ده اللي هو ايه هو بقى سبارتاكوس محرر العبيد. طبعا ايه ومثلا برضو ده كان شيء يذكر يعني. طبعا استاذ ايد طبعا بتكشف حقائق صادمة عن الجميع.
طبعا متشكرة أوي الحمد لله لبست الحجاب وبتاع الحمد لله أستاذة إياد وبتاع. طبعا أستاذة إياد برضو من ضمن الحاجات اللذيذة اللي حصلت، لأنها دايما بتكتشف الحقائق الصادمة. ففي النهاية اكتشفت إن إيه أردوغان معرس ومراته شرموطة وبتتناك من رئيس وزراء اليونان وبتاع فطبعا قلبوا عليها بقى بقية الحزب التاني، ازاي أردوغان خليفة المسلمين وازاي، ودي طبعا بقت آيات ايه عميلة للمخابرات وبنت وسخة وبتاع. ما امها مش عارف طلعوا امها يهودية ولا لسه. المهم يعني، فبقى ايه اياب بقى استاذ اياب بقى هذه القيمه والقامه تسكت بقى. لا استاذ اياب بقى طب لازم تكشف حقائق صادمه. هي راحت جايبه بقى الملف بقى، وفاكرين بقى ساعه لما قلتوا على سلمان ان هو ضد الانقلاب وبتاع، سلمان ابن ال سلول، وبعدين طلع سلمان بقى ضربكم على قفاكم وبتاع يعني ايه اللي عايز موجود المطلب. بس طبعا انا ما بحتفظش بالارشيف وبتاع، بس ده بيحتفظ هنا في ارشيف يعني. فكان في حالة بقى ابتهاج وفرح طبعا بمرور الوقت، لدرجة ان كان في يعني ايه قال لك ايه، كانت مصر موقفها من موضوع ما يحدث في سوريا ان مصر ايه بتؤيد الدولة السورية، وفهمها زي ما تفهمها بقى. طبعا لا، مصر لا تحمل اي ود، ولا اعتقد ان السيسي يحمل اي ود واحد زي بشار، بس الموقف العام اسود يعني. ما قداموش غير كده، وانا مش يعني طب انا ضد بشار هيد مين بقى ان شاء الله؟ يعني عايز افهم يعني داعش مثلا جبهة النصرة 7000 بهيمة عمالين يقتلوا في بعض. فلا نخلينا احسن بقى في الدولة ديت وخلاص. المهم ده كان موقف مصر. السعودية كان لها موقف اخر، ايه كانت بدأت هي بتساعد بعض الجماعات في سوريا. المهم هم بقى اعتقدوا ان ايه بقى دي الفرصة السانحة، شوية الاراجوزات بتوع تركيا ده قال بقى هيضربوا بقى الاسفين بقى في العلاقة بين مصر والسعودية، ومصر تخون السعودية. ليه مثلا كنا كاتبين عليهم مثلا ان تخون السعودية، مش عارف مصر تطعن السعوديه من كمان لو كانت السعوديه دي امكم مثلا. يعني انا عايز افهم يعني برضو ايه. وبعدين انت جماعه بقى مفترض في 80 دوله ووضع عالمي وتنظيم دولي وعامل طب انت ايه يعني ما طب ما تحلق للسعوديه، هي حلقت لك ما تحلق لها. لكن طبعا نفسنا نرجع للوقود الاحفوري طبعا. فالمهم قال بقى هم هيعملوا بقى الاسفين ده من مصر والسعوديه. طبعا الخيابه والعبط اللي هم عملوه ده ذهب ودرج رياح، واتضح ان سلمان ده مش بقى ده مع ده هو الانقلاب نفسه. وطبعا اتنيلت اكتر بمحمد بن سلمان مستر ام بي اس. ف حصل لما حصل التحول ده من في مرحلة سلمان بقى، نسيوا بقى آل سلول تاني. مفيش آل سلول. كان بقى ايه بمباركة بقى للملك سلمان وبتاع. طبعا سلمان لما حلق لهم رجع تاني ايه تحول تاني لايه لآل سلول. فايه القضية هنا، هو مش قضية بقى لا مبادئ بلا هو مين اللي بيأكلني. وفي نفس الوقت اللي تحول فيه سلمان وابنه إلى آل سلول تاني من جديد، رجعوا لآل سلول لأصولهم. تحول البغل بتاع موزة ده إلى تشي جيفارا. ده بقى محرر العبيد بقى بجد، برضو أحفوري، هو شغال في الأحفوري هو. فإيه طبعا لما مثلا إيه أنت قاعد في قطر وعمال تنبح مثلا، وجنبك القاعدة الأمريكية اللي بتساند العدو الصهيوني المتغطرس برضو، ما عادي بتاع. انت قاعد مع برضه شويه اتراك مفيش حاجه عادي عادي. ده مفيش اي مشكله. ليه؟ لان في وقود احفوري، في فلوس، هو متوى مكنه، هو خدك في مكنه دلوقتي. فنقعد بقى وايه مش مهم بقى نغلوش على الموضوع ده. نقعد مثلا في تركيا، فاللي هو ايه امهم المثاليه رقاصه فيفا عبده. مع احترامي الكامل للسيده، فعلا انا بحترمها السيده فيفا عبده، لانها فعلا انظف من كتير من هؤلاء ما يسمى بالاخوان المسلمين. لكن ماشي امهم المثاليه طب انت احنا امنا المثاليه رقاصه، بس انت قاعد في بيت دعاره يا عم. انت امك المثاليه مومس مثلا، واخد بال سعادتك معايا. ف بس مفيش دم. يعني هو ما عندوش دم وبعدين ايه غلوش لا يجيبك سيره الدعاره في يعني انا مثلا طلبت سعر الحماميه في تركيا عشان الناس واقفه وبره لي، او واقفه لي كل واحد فاتح لي السوسته والعيال جايه من غير بنطلون وبقى مستنيين الرحلات بقى عشان نروح دوله الخلافه يعملوا الحمامات وبتاع. هيدخلوا يهجموا عليا يغتصبوني بوحشيه انا بسبب، لان انا وعدتهم. فما لغايه النهارده ما جاليش سعر الحماميه كام. المهم ده موضوع جانبي مش عايزين ناخد فيه.
اقفل السيستم، عيب كده. عيب اللي انت البس بنطلون يا حبيبي، الدنيا بارد. شيل اوت مصفقة، هنجيب الاسعار دلوقتي. اهدوا شويه. المهم، فده ال الرد. ليه هو الرد ده مش مناسب؟ ادعاء هذه الجماعه بقى انها مش مجرد حزب، لا ده في مبادئ وقيم، طبعا ما فيش اي حاجه. والمغالطه ان هو لا، اللي هو بيقوله ده مش حقيقي. ان هو كما لو كان ان هو مثلا اكتشفوا فجاه، ده بقى مع محمد بن سلمان والتغيرات بقى اللي حصل. لا، مش ده، انت كده مغالط ولا تذكر الحقيقه كما هي. ده بالنسبة لردي على هذا البوست اللي هو وضعه، أو الكومنت اللي هو وضعه على المقطع المبارك بتاعي المعنون: خواطر إباحية حول مسألة الخروف أبو ليلى. والله فنان فنان فعلا ده. وأظن يعني إن الكلام أنا ما جبتش حقايق ومثلا مخترع حاجة من عندي ولا بتاع. نيجي بقى، هو إيه الأخ برضو إيه، هو نقدر ليه ان هو شخص محترم، عشان كده ايه مفيش بذاءة. المقطع ده من غير بذاءة، عشان انسان محترم، محترم عامل محترم. مسألة مقطع الحلوف البحيري، هو برضو ايه، حتى انا اشوف عشان انا برضو انسان عملت لك، خليته ايه بند للايه في الكومنتس. اول كومنت ايه، انسان محترم، انسان مهذب، برافو عليك. هو كاتب بقى ايه على ان انا اتكلمت على هذا. انا اتكلمت اساسا مش عشان اي حاجه، عشان موضوع فرج فوده، يعني انا ما كنتش مهتم، بس هو الموضوع فرج فوده تحديدا بقى ايه، هو معتقد ان هو كده ايه برر بقى وخلاص كده، فرج فوده ده كلب وراح بتاع. فانا بس بشاهد العالم على ان هم مجموعه من القتله، ولدرجه ان الواد اللي عامل فيها بقى الاخوانجي الكيوت وبتاع ده النتيجه. المهم، هو كاتب ايه بقى: أكبر دليل على قوة تأثير الإعلام الإخواني هو تسجيلك لهذه المقاطع، لو كان فعلا هم عبارة عن أراجوزات وليس لهم قيمة وتأثير، لم تكن لتشتم وتسب وتدعو لقتلهم، لكن هم فعلا اتفقت وقتلت معهم. لديهم بعض المنطق فيما يحدث، وكسر شوية لك بعض المنطق لأنه عارف الهرتلة اللي بتحصل في بعض، يعني إيه لحسة منطق كده إيه فيما يحدث في مصر. طبعا أنا أقصد الإعلام المتلفز للإخوان، طبعا إيه عايز برضو إيه، لان عارف ان انا اتكلمت عن الايه السذج من الاخوان، استاذ اياب بقى وصابر مشهور وكابتن طيار علي ابو النجا، والتاني اللي طلع لك بماسوره الكهرباء، وعم سعيد. طب اتكلمنا عن عم سعيد شويه. المهم ماشي هنعدي دي من الاخوان على اليوتيوب وشكرا. اول حاجه، مدى التاثير. طب يعني هنقيسه ازاي مدى التاثير؟ يعني مثلا تعالى بقى ايه نشوف. مثلا عندنا تجربتين في اعلام بالفعل وكان فيها ارتالة يعني تاريخية. طبعا مثلا هيأتي على رأس المهرتلين الأستاذ الدكتور العلامة توفيق عكاش، اللي هو حصل على الدكتوراه من أمريكا وهو ما بيعرفش يتكلم ولا كلمة إنجليزي، ويعني عمل الشو الحقيقة. طبعا الناس هتضحك على توفيق عكاشة، لكن في الواقع ان توفيق عكاشة بالفعل كان ليه تأثير. توفيق عكاشة بقى اللي هو كان بيقعد، وبالذات في المناطق اللي يعني الايه الريفية وكده، اللي هو دكتور توفيق، دكتور توفيق بقى تعالى يا علا، تعالى نتفرج على الدكتور توفيق. دكتور توفيق بيقول لنا حاجات جميل وبتاع. انت فقط قضية تأثير. التأثير بقى الفيلم اللي عملوه بقى توفيق عكاشة ومن لف لفه، واخد بالك. مرسي ما استحملش سنة، سنة وكان طاير. حقيقة، حقيقة علمية ثابتة. طيب السيسي شوف بقى كام قناة فيها كام توفيق عكاشة النهاردة، وهتزعمهم بقى دكتور حمزة بقى. مش عارف، ده ما هو ده المقابل الموضوع يعني. ايه اللي حصل؟ هل استطعت انك انت تحرك اي شيء خلال 6 سنين عشان تقول ان في تأثير؟ اللي هو فين ده؟ السيسي بيعمل كل اللي هو عايزه، تغيير دستور، غير الدستور، اللي هو عايزه بيعمله. لدرجة ان في الاخر اللقطة الشهيرة بتاعت الواد في اللي بعد ما اعدام ال9 بتوع الاخوان،
لا لا، احنا ولا حاجة، واحنا عاملين نفسنا هلوم وبتاع، واحنا لا شيء، واحنا بيتلعب بينا. مش هي دي الحقيقة؟ فين تأثير؟ اديني دليل، اي دليل. شويه القلبان ده بقى اللي هو ثوره الغلابه اللي هو فين ده؟ نبدا التهجيس. هنطلع نصفر. ما هو عشان كده بقول لك ده اراجوز، انا هرد على اراجوز. واحد هنطلع بقى نصفر، نخبط بالحيله بقى وبتاع، هنسكت الانقلاب يترنح. ده تأثير يعني؟ هنطلع نصفر. التاني في الاخر بقى لقوا الركوبه، ابن بلطجي كباريهات، لقوا ركوبه كويسه. الثوره بقى وخلاص، السيسي هرب وبتاع. وعلى فكرة الموضوع ده يعني برضو يدل شوية على الغباء. يعني انت كده حتى بتعمل، لما تقعد تعمل حاجة وتفشل، وتقعد تعمل حاجة وتطلع تتضح انك كذاب، والانقلاب يترنح، والسيسي مات، والسيسي هرب. ففي النهاية حتى الناس اللي اتباعك بدأ يفهموا انك انت حتى زي الهاشتاج اللي طلع قبل كده يقول لك مروج، مش عارف مروج مخدرات ولا. يعني انت بتضحك على اتباعك، وفي الاخر هيفوقوا. ما هو انت كل شويه تضحك عليهم بمصيبه شكل، وبعدين شويه يعني يترموا في السجن. وبدات الناس بقى تفهم تفوق يعني، منهم من اتباعك نفسهم. فمش عارف ايه مقياس التاثير. شويه قلبانده بتحصل وبتاع، لو بلا اي تاثير حقيقي في الارض يعني بتغير اي شيء من المعادلات على الارض، مفيش. فعلا ما في. مش انا متخيل السيسي فعلا النظام سقط وبتاع، والاخوان بقى رجعوا تاني. 6 سنين. 6 سنين وايه معاك ايه؟ البغل بتاع الواد ابن موزة فلوسه، القواد التركي، محطات بقى ونقعد. ده غير بقى الايه الحاجات اللي ايه، التحابيش بقى ايه، قناة الحوار، قناة العربي، مش عارف زفت مساح ايه ده، قال يعني بقى ده ايه. ما هو الجزيرة ايه خلاص اتعرفت واتهرشت، اصبح زبون الجزيرة هو الزبون الاخواني. التانيين قال يعني دول مش تبعنا وبتاع، بس قال يعني بس طبعا معروف التمويل جاي منين وبتاع. فايه برضو ما ايه النتيجة؟ شوف بقى كام قناة عمالة تشتم في السيسي 24/7، وتهيهرتله ويعملوا. انا وبعدين انت ايه، انا ما طلعتش الشتام ده، انا ما حتى ما اتكلمتش عليهم. لا حتى بيقول لك ناس اتكلم على ايه؟ اتكلم على شويه مهرجين. عشان كده انا اللي عامل فيها محترم. أنا اتكلمت بس على ايه، الواد اللي عايز يعمل محترم اللي هو عزام التاني. ده بقى اللي عامل فيها الاكاديمي بقى اللي هو وحوار بقى. بس وعلقت على لقطه تحديدا، تحديدا اللقطه اللي فضحته في حوار، لان هو ما يقدرش يقعد يواجه شخص معرض بقى ايه، نفتح بقى قدام بعض. لا ده مش هيحصل، هو ما يستحملهاش. فهو بس ايه، خد لسعه كده مع البي بي سي. وشوفوا اتفرج على وشه لما هات لي اي قناه من دي. كان بالمناسبة قنوات أيام ما كان مرسي موجود، كانوا بيستضيفوا الإخوان. الإخوان دول كانوا بيطلعوا في القنوات ويقعدوا ويقولوا الأفلام بتاعتهم كانوا بيطلعوا عادي. ده غير بقى قنوات بقى اللي إيه، بير السلم بتاعت الحافظ والمافظ والأونطة ومعصام وكل القصص الهابطة دي. لا كانوا بيطلعوا في القنوات العادية دي اللي هي قنوات الفلول وبتاع، بيتكلموا وعادي جدا. أتحداك تجيب لي مثلا دلوقتي في أي قناة من الأراجوزات دي ان هم طلع مثلا حد مؤيد للسيسي زي حالاتي مثلا كده طلع يتكلم، مستحيل. وهم ايه، او خلي بالك اصل هو بيلعبوا اللعبه وسخه يعني، يتصل بواحد ومش عارف ايه وعلى التليفون هم متحكمين، لا يقطع عليه لا الالعاب الوسخه. فدول يعني ايه ده. وبعدين القصه كلها بس اصل برضه ايه، معرفش ايه التعبيرات الجديده اللي ظهرت، حروب الجيل الرابع وبتاع. هي القصه كلها ايه معروفه من زمان، اسمها ايه، الدعايه السوداء. مين اللي اخترعها؟ إيه، ألمانيا أساسا برضو. إيه هي اللي عاملة الفيلم موضبة الفيلم أيام الحرب العالمية التانية؟ كان دي كان اسمها الدعاية السوداء. كل حاجة بايظة، كل حاجة منهارة، كل حاجة غلط، كل حاجة مش عارف إيه، كل حاجة إيه. يعني إيه، نوع من أنواع الحرب النفسية بتساعد كثيرا في أثناء الحرب الحقيقية. بس للأمانة برضه لسه ستيل هو إعلام فاشل. لأن أي متابع لهذا الإعلام بالوقت سيكتشف إن هو من غير ما يفتح التلفزيون ويدوس على زرار الباور في ريموت كنترول يشوف الأراجوزات. طب ما هو معروف هيقول إيه. ما هي دي اللعبة. أنا يوم بعد يوم أنا عارف أنت هتقول إيه. طب أنا هتفرج حتى لو أنا مقتنع، ما أنا هصب الملل. ما أنا عارف إنك طالع هتشتم.
الاحتراف الحقيقي بقى، عشان تبقى فاهم في لعبة الإعلان دي، الاحتراف الحقيقي إنك أنت تعمل نفسك محايد. طبعا أنت مش محايد، بس تعمل نفسك محايد. فتعمل نفسك محايد زي إنك أنت تحاول تتكلم بموضوعية. فمثلا تجيب لك مثلا إيه، أي فيلم هابط إن ده فعلا ده صح وبتاع، وبعد كده بقى إيه، تجيب البلاوي السوداء. إنما أنت مسودها من الأول، فأنت خلاص اتهرشت. جمهورك الحقيقة هو جمهور الإخوان، ومن لف لفهم، بس ده جمهورك. انما هل انت استطعت بقى استقطاع الجماهير بقى طالعه بقى وراء هؤلاء الارجوزات؟ ما اعتقدش. لا يعني مش، ما هم وبعدين ما فيش حد عنده ارقام، وما فيش حد عنده دراسات، وكله بيهجص على كله يقول لك انا احسن مشاهده وبتاع. هتقول لي قناه مش عارف تشوف مشاهده مليون، طب ما هو مليون اخوان، وما لف لفهم، مش مليون، مش عدد كبير يعني. وطبعا ده غير اللجان وبتاع. انا قصه اللجان ده قصه تانية، بس انا ليا علاقه بمساله اللجان اساسا، وملهاش اي علاقه بقى لا باخوان ولا بمصر ولا بسيسي ولا بالكلام. انا شفتها في امريكا، لجان في امريكا بتتعمل، واكتب مش عارف 10 كومنتات بدولار وحاجات زي كده يعني. فايه، انا ما كنتش متصور موضوع اللجان، اتاري موضوع اللجان بجد. فطبعا ده هو ابن موزه طبعا، ما هو قاعد في نايت كلاب بقى بيرش على الرقصات بتوعه وبتاع. ف بيقول لك مليون مشاهده ومش عارف ايه مشاهده. يعني مش هنضحك على بعض. وريني بقى التأثير في الشارع. لا شيء، لا شيء. السيسي قاعد 6 سنين لسه هيكمل لغاية ما شاء الله. شفت بقى؟ ده اولا موضوع الدعايه السوداء، هم اغبياء لان هم ما اساسا ما فيش اي موضوعيه. فهو حتى اللي كان منجذب في الاول، بالوقت هو عارف ايه اللي هيتقال. فقط عنصر المفاجاه. نقطه كمان، هم لا علاقة لهم أساسا. ما هو أنت في الآخر عشان هي حرب نفسية يعني. فهم لا علاقة لهم بفكرة أساسا الحرب النفسية. هم مش عارفين يعملوها ولا يديروها. وليه؟ هقول لك ليه. مثال بسيط بس. الحرب النفسية دي مهمة جدا. هو راح مثلا، نيجي نموذج من نماذج الحرب النفسية. في الحرب العالمية التانية كان أمريكا بترمي منشورات على اليابانيين، اللي هو يجب عليكم ان تستسلموا، الاستسلام او الموت ومش عارف الكلام. المهم كلمة الاستسلام بتتكرر كتير. وده بقى ابحاث ودراسات ومش حاجة يعني الناس بتهجص وخلاص. اكتشفوا ان المنشورات دي ما بتجيبش نتيجة. ليه بقى؟ كلمة الاستسلام عند الياباني اللي هو خط احمر، ما تنفعش. فغيروا المنشورات، خلوها ايه بقى؟ عليك باتخاذ القرار السليم. نحن نعلم انك انت انسان عقلاني وموضوع، وعليك ان تتخذ القرار السليم، وان هذه الحرب لا فائدة منها لاحد وشيء انما كلمة الاستسلام اتشالت تماما. بدأت تجيب نتيجة. شفت لعبة صغنططة في كلمة. واخد بال ساعات اليابانيين نفسهم كانوا بيلقوا منشورات على الامريكان، بس كانوا بيقولوا ايه بقى المنشورات؟ المنشورات مع معناه يعني ان هو ايه، انت قاعد هنا تحارب في فوكو ومش عارف ياما وكاماجيتو والجزر اليابانيه اللي كانوا عمالين وميد واي ومش عارف ايه والكلام ده، في حين ان الرأسمالي الجشع بقى ورسموا بيقول لهم حاجات بقى ايه. شفت انا المنشورات دي يعني ومنشوره على ما اعتقد على النت. الرأسمالي الجشع بقى والكرش بقى وايه يعني ايه، وبينط على نسوانكم وانتوا عمالين تحاربوا في مش عارف في الباسيفيك وكده. جابت نتيجه؟ لا. ليه؟ انك تشتم خصمك وتحاول تهينه، وخاصة ان الثقافة الغربية مش يعني مش قوي في موضوع الايه، مسألة بقى النسوان يعني مش هتبقى حساسة قوي. فهو ده داس على الزرار الغلط، فما جابتش نتيجة.
بحيث مثلا انا لما اوجه كلامي للمواطن القطري واقول له انك انت مثلا قاعد والعروبه بقى ونخوه العربي وبتاع، في حين نسوانك بتتناك مثلا الامريكان بينكوهم وبتاع واتراك وكده، وبقيت معرص وحالتك بالبلا وشكلك زي الزفت وبتاع، دي تاثر فيه. ليه؟ انا عارف عقليه اللي قدامي. لما انا مثلا اقول لك كس موزه، دي بتوجعه لانك فاهم ثقافه اللي قدامك. فهمت؟ ديك درس بس كده بسيط يعني. فالناس دي بتاعت تركيا هي في الحقيقة بتدوس على الزرار الغلط، ما بتدوس على الزرار الصح. وبعدين عمالين يهبلوا. ف يعني مثلا ما بتسمعش دلوقتي مثلا في ايه، في من الاراجوزات قادم يا اسلام وتطبيق الشريعه والاسلام هو الحل وبتاع. لا، ايه دخلوا بقى في مرحله ايه، قال لك ده مش نافع، فان ايه، نخش في التحريض الشيوعي والفقراء والسيسي اللي بيسرق والاصول ومش عارف ايه. يعني واضح ان مفيش منهج، هو نحرض وخلاص. شوف لنا حاجه بقى ايه، شيوعي اي زفت، بس نحرض، نقعد نحرض طول اليوم وخلاص. وبعدين بقى تورطوا في الخطأ القاتل اللي هو ايه، شتيمة الخصم او شتيمة من تريد استصاغته، اللي هو انتوا بهايم وشعب ابن وسخة. طب انت يا انت عايز تحرك الناس وبعدين تقول لهم شعب بهايم وولاد وسخة وبتاع؟ انت واخد بالك؟ طبعا ايه، ما الغلطة حصلت خلاص، ان انا اشير اليها ده بقى خلاص مش هتتصلح، انت بوظتها. مش هت... وبعدين مثلا كان جت فترة، هي الفترة يعني دي، عارف بقى الايه الويندو اللي كان ممكن يكون ليك فيها تأثير، هي عدت منك لانك برضه حمار. فترة مسألة الإصلاح الاقتصادي وتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، وبدأت الأسعار تلتهب، وهي الويندو دي خلاص هي عدت منها. دي أكتر ويندو كان فيها ممكن أنا متوقع إن يفشل، يعني في احتمالات تحصل قلق ضخم، لأن إيه، بالتحريض وبتاع هو قدر يعديها. ليه بقى قدر يعديها؟ الناس اللي بتضحك وبتتريق وبتاع، تأثير لما السيسي يقعد يتكلم ويتكلم بلغة بسيطة بقى ويخاطب الناس البسيطة. يا جماعة الوضع كذا بكام ومنين، وأنا عارف إن أنتوا في ظروف بس كان لازم أعمل كده. الكلام ده بيريح، بينيم. طيب نستحمل. لا مش نصب، بس هي دي الحقيقة. بس هو بيتكلم، هو عارف مين اللي ممكن يتم تحريضه. مش الناس العادية، طبقة وسطى زي ما تقول أو متعلمة، مش سهل تحريضها قوي. إنما معروف مين الناس اللي ممكن يتم تهييجها بقى وبتاع، مش لاقي ياكل وعيله بيتبيع ولا اديني يطلع لك بده، تبقى كارثة. فهو بيخاطب الناس دي. هو رئيس الجمهورية، هو بقى بوضع رئيس الجمهورية قاعد باشا، وبيتكلم الناس دي بلغتهم كده وبيفهمهم ايه اللي بيحصل، وبإذن الله تبقى خير. وبعدين برضه نرفع الحد الأدنى، فرفعوا. طب نحاول نصلح. وبعدين خلي بالك من نقطة، انت عمال تنبح وبتاع، هم عاملين ينبحوا من قنواتهم. بس هو في مثلا ايه، في واحد في العشوائيات بقى خد شقة، ده لو قلت له اسجد للسيسي هيسجد للسيسي. واخد بال سعادتك؟ في واحد كان عنده فيروس سي واتعالج ببلاش، فده برضه نفس القصة. في واحد ما كانش لاقي شغل، دلوقتي في ملايين بتشتغل في العاصمة الإدارية وبتاع، فده في ناس كانت اسودت في وشوشهم في السياحة واتقطع عيشهم وقاعدين في البيت، رجعوا تاني كلهم السياحة. تعالى كلم واحد من دول مثلا، قول له ننزل ضد السيسي هيقتلك. هو تفتكر ان السيسي ملوش يعني جمهوره؟ لا يا بابا. وطبعا انت بقى قصاد كده، لو الناس دي اللي انا الجمهور ده اللي بقول لك عليه، لو عرف انك انت اخوانجي، لا يومك مش هيعدي. فمش عارف هو انت بتتكلم عن اي نجاح او اي تاثير انك انت تعمل شويه دوشه. بس سوري برضو، حتى لو عملت شويه دوشه ما تنساش ابدا حاجه مهمه جدا، ان السيسي معاه دبابه، وده شيء مهم. وشيء مهم برضو يجب فهمه، وده اللي وضع برضو احد الاسباب الكارثيه اللي ودت الاخوان في داهيه، عدم فهمهم لطبيعه الجيش في مصر. هناك عده مفاتيح للسلطه في مصر، اهمها على الاطلاق هو الجيش. وعلى فكره مش في مصر بس، ده في كتير منها امريكا. ده في عباده الجيش في امريكا، في عباده خاصه للجيش. وانا واحد من الناس اساسا، يعني لو سبتني في حالتي الطبيعيه
انا ضد دين اي حد لابس يونيفورم، مش ضد يعني مش دماغي يعني، مش ده دماغي. وممكن اهرتل، وكنت قبل كده ليا هيستوري في الهرتله ضد الجيش يعني. الناس اللي اقول لك بقى ايه، احنا كنا معاك في منتدى مش على لا شتمت، انا كنت بشتم في الجيش وبتاع، بس على نظريه ايه، ادعي على ابني واكره اللي يقول امين. بس فينا بقى، انا في امريكا بقى والحريات وبتاع، تعالى بس انا ايه هرتل. يعني انا كنت بكتب في منتدى امريكا وهرتلت على الجيش الامريكي واولاد وسخه وبتاع، كتب يعني ايه انهم المهم وات ايفر. واتفرج بقى على الهيجان وبتاع، وانت ايها الخول اللي مش والشتيمه وبتاع وبتريوتيزم بقى، وتلاقي ناس بقى تركات مثلا، بطوله ترك دي مكلفه جدا يعني، حاطين بقى وي سبورت اور تروبس ومش عارف ايه، في عباءه والاعلام بقى والاناشيد الوطنيه، تلاقي بالذات في الساوث بقى الذين اور مين ومن اليونيفورم وبتاع، ويشتغل لك في الايه اللحن الازرق ده. في عباده خاصه بالجيش، فهي موضوع الجيش مهم يعني في اي دوله، مش في مصر. في مصر طبعا بياخد الموضوع برضو ايه شكل اوسع، وليه لاسباب تاريخيه وموضوعيه. فانت في مصر عشان تحكم يجب ان تكون في توافق مع المؤسسه العسكريه. ده الشيء اللي فشل فيه هو، فشل فيه هذا المرسي تماما. راح جماعته عماله تشتم في الجيش، وهو اللي راح يتصور مع الجيش عشان واقف عامل لهم كده وبتاع مع المجلس العسكري ساعتها. وبعدين ايه بقى، يعني ايه هو عدم، من سبب عدم فهمه لهذا الامر. الجيش لما عملوا الفيلم الاعلان الدستوري اللي عمله الاونطه اللي عارفه الجيش، قال له طب تعالى نقعد نتفاهم ونجيب المعارضه دول شويه الهلافيت دول بقى، نحل الفيلم الاونطه اللي بتحصل في الشوارع دي. فعمل لك بقى هو الواد الرئيس جوه، يعني بقى انا القائد الاعلى وانا القائد الاعلى ومش عارف ايه، وانا ما اقعدش لا مش جاي. شفت النهايه كانت عامله ازاي؟ قفص مات في قفص الزواحف. ما هو فتح تفتح صدرك وانت اساسا متنال ب 60 نيله، ليه فتحة الصدر اللي بلا اي معنى؟ يا رابعه وانا اهم في مفاتيح كتيره للسلطه. في مفتاح الجيش ده، وزي ما بقول لك اهم مفتاح للحكم مفتاح الجيش. في مفتاح الدين، ده مفتاح مهم برضه، بس الجيش يظل نمبر 1. خلي بالك، في مفتاح الدين مهم برضه. فهو تلاشى ده اللي هو بقى انا جاي بقى انتخابات، ضحك عليه يعني، هو مش فاهم اللعبه وضحك عليه، وافتكر بقى هو يعمل اللي هو عايزه. وبعدين ايه، حته ان هو شال طنطاوي وعنان دي لعبت في يعني بقى الواد فتك قوي وبتاع مكسر الدنيا وبتاع، برضه مش فاهم، خدعته. هي دي خدعته يعني. افتكر بقى ان هو اي حاجه يقدر يعملها. طبعا كانت النهايه زي ما احنا عارفين كارثيه. مش مشكلته ان هو مش فاهم، دي مشكلته انه غبي. فده بالنسبه للتاثير. مش عارف هو جاب منين فكره التاثير. آه برضو انت واقعين تحت تاثير فكره باسم يوسف. طبعا حاولت الاخوان بيحاولوا يكرروها. من وجهه نظري مفيش اي حد واقترب ولو 1 من 1,000,000 مما كان بيحدث ايام باسم يوسف. واحد على فكره طبعا في نقطه، واحد اسباب الاحترام او تقدير لموقف معين لباسم يوسف رغم الاختلاف الكامل، يعني واحد طلع يقول لك الاخوان فصيل وطني، هذا لا اعترف به على الاطلاق. لكن هو عمل حركه محترمه، انه قال لك ان البرنامج ده انا ما عملوش بره مصر. هو فهم النقطه دي. طبعا الاخوان ما فهموهاش، ان انا اروح اطلع في تركيا وانبح نفس القصه بتاعت السادات زمان والقذافي، ونروح نقعد عند القذافي نطبل، والخاين والعميل والامبريالي واسطبل داوود والاونطه اللي كان بيعملها القذافي دي، وفي الاخر ربنا انتقم لي منه ابن اللبوه، وشاف نهايه سوداويه. فيها جانب كوميدي يعني. ما انا ساعه لما شفته افتكرت كل اللي عملوا فيا بقى، ما اسمع اقعد اسمع بقى من الكتاب الاخضر تربتت ومش عارف ايه، امها وصلى داوود الامبراطوريه ولا اقرا ده السادات الله يخرب بيت المهم.
فهم بقى ايه فكره انك تروح تذبح من بره، فدي بتاخد عليها ايه درجات بالسلب. عكس مثلا باسم يوسف، طلعت لك كام اراجوز بتوع البيضاء هي نسخ مقلده وسخيفه. وزي ما قلت بصراحه بيتمتعوا بسماجه شديده، مش شايف يعني ايه. واذا كنت شايف اعداد مشاهدات، لا مليون، ما هو كام في، ما ممكن اجيب لك مليون يا اخوانجي يا متعاطف. يعني مش الشعب بقى طالع بقى وراهم وقاعدين بقى سايبين. باسم يوسف كانت الناس بتحجز على القهاوي، يوم البرنامج بتاعه كان بيحجزوا على القهاوي وفيلم البلد بتوقف زي ماتش الاهلي والزمالك مثلا عشان يتفرجوا على رئيس الجمهوريه وبيتهزق. تجيب ايه لايه يا عم؟ بتتكلم في ايه؟ وضهطل مطلعني في الجزيره لبناني ولا معرفش ان انا داهيه غالبا يعني. برضه هو ده نزيه الاحداث، اتفرجت حاجه مقززه. في ايه ده؟ فين ايام ما كان بقول لك البلد بتوقف عشان يتفرجوا على تهزيق رئيس الجمهوريه؟ ما انتوا ما هو ده بقى التاثير. هو ده التاثير. هو ده اللي ايه تقدر تقول عليه تاثير. انما تقول لي شويه الاراجوزات، عشان بقول لك انا هتكلم على ايه؟ شويه ولا ايه معتز مطر ومحمد ناصر دول، هل دول يعني اقصى ما يمكن فعله؟ عشان كده ما اتكلمش غير على واحد بس اللي عامل فيها محترم، يعني اللي اسمه عصام التنين. وطبعا هو لا محترم ولا حاجه، وده اثبت بالتنين ان هو اساسا مع اول مواجهه هيروح في 60 دقيقة. وده اللي حصل، عشان كده هو بيقعد يعمل البرتيتة بتاعته دي. ده قاعد زي قعدة الغرز كده، بيجيب ناس من شاكلته ويقعدوا يهرتلوا مع بعض. هات بقى حد مختلف، حد مثلا ممكن يطرقع لك، لا ما استحملهاش هتهزق. فمش شايف ان ده الاعلام يعني اللي هو ذو التأثير. الاعلام المتلفز الاخوان اللي طبعا استثنى عشان ايه ما اتكلمش، يعني يقول لك الايه اقصد الاعلام المتلفز اللي هو شويه الارجوزات بتوع تركيا اللي بينزل. طب انا بقى قاعد اتفرج على القناه ما فيهاش اعلانات، فاول سؤال اساله هي متمولين من مين؟ طبعا هي ايه ابن موزه اكس. لازم تثبت انك انت شخص شريف ما بتتمولش. ما دي حاجات الايمج مهمه. لكن هم يقدروا لازم الاحفور يشتغل وليس السوزة منه. واكبر دليل على صدق بعض ما يقوله اعلام الاخوان ان المعارضه الخارجيه ليست فقط من الاخوان، بل هناك تيارات كثيره وكبيره البعض منها علماني واخرون من التيار الليبرالي. يا راجل، انت مصدق اساسا ان في معارضه وفي تيار علماني وليبرالي والحاجات الكبيره دي؟ لسه قدامنا كتير عقبال ما ينشأ حاجه زي كده. انما اللي موجودين دول الواد حمدين ولا الواد ايمن نور واحد شغال مع الاخوان ويقول لك انا ليبرالي. ما هو ما فيش حد بيبقى ليبرالي ولا بجد يعني مؤمن ممكن ان يتصالح اي تصالح مع تيار زي تيار الاخوان. لان تيار الاخوان ده من وجهة نظر الليبرالي هو تيار فاشيستي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فازاي واحد بتقول ان ليبرالي من دول مش لاي تجيب لي واحد قاعد على الرصيف في نيويورك والاستاذ مش عارف مين في منهج قال يعني هو قاعد في نيويورك بقى ليبرالي مثلا؟ ايه اكبر من كده تيار ليبرالي. انا لم اقل انه خائف منه، انا قلت ان لهم تاثير وهناك بعض لا ان لهم تاثير. ما هو لهم تاثير مثلا ايه 1% ماشي، لهم تاثير 1%. لهم تاثير على قطاع الاخوان ومن لف لفهم ماشي. بس حركوا شيء؟ لا. ومن هيحركوا شيء؟ لا. وبعدين هم مش فاهمين اهميه الجيش. انت لما تقعد تشتم في الجيش على فكره، انا واحد من الناس، لا انا مثلا ايه تنظيم الاخوان بالنسبه لي ده لا شيء. انا لا عمري كنت اخوان ولا ليه علاقه بيه يعني، لا يعني بالنسبه لي اي شيء. بس انا كنت في الجيش، الجيش يعني لي شيء. وزي ما بقول لك كده ايه ادعى على ابني واكره اللي يقول امين. انا اشتم، انما لما تقعد تشتم في الجيش انت مش متخيل ان معظم الشعب ده كان يوما ما في الجيش.
فانت فاكر ان ده لا تشتم في الجيش وده والاونطه بقى بتاعت ايه، عايزين نفصل بين الجيش وقيادته، والاونطه دي ايه هتاكل مع الناس يعني؟ لا، انت في نظر كثير من الشعب، كثير حتى من البسطاء، تشتم في الجيش خدت علامه اكس. وبعدين الجيش اللي بيقول لك بقى تدخل، ما انا اللعبه بتاعت ايه، الجيش بيتدخل والجيش بيوزع كرتونات، الجيش هيوزع كرتونات ليه بقى؟ وشراء ولاءات، من الاخر هجيبها لك كده. الجيش هيوزع الافرول، هيوزع كرتونات علشان ابو دقن وجلابيه مش هيوزع الكرتونات تاني. ولما المواطن البسيط ياخد كرتونه من الجيش يبقى ولاؤه للافرول. فكره ان ولاؤه يبقى لابو دقن وجلابيه انتهت. ولاؤه انا افضل كمواطن ان ولاء المواطن احسن يكون للافرول احسن ما يكون ولاؤه لابو دقن وجلابيه، وده اللي بيعمله الجيش. انما انا اسيب لك الشارع كده عشان انت تهيص تاني فيه، لا مش هيحصل. الافرول هينزل يوزع، والكراتين هيوزع كراتين ويبيع لحمه رخيصه وبتاع. هو ده الصح. ما برضو ايه السيسي ايه عشان ده شغال. انت فاكر السيسي ما قال لك انتوا فاكركم هتخوفوني؟ لا، هبني اصول. الدبابه موجوده يا حبيبي، دبابه في دبابه، حاجات حديثه، جنزير وبتاع ومدفع ورشاش عشان الافراد يعني، حاجات كويسه يعني. هناك بعض من الحقيقة في برامجهم، اللي هو لبس ده في عم ده واقعد هات أي موضوع. بس لما تيجي تحلل، ده أنا شفت مقطع لواحد إخوانجي، واحد بيقول له أنا خدت شقة من الإسكان الاجتماعي، وقال له سعر الشقة اللي هو موجود المقطع، حتى كانوا بيتريقوا عليه في إكسترا نيوز. قال له أنا دافع 40,000 ومش عارف بعد كده التقسيط على 20 سنة، كل شهر بدفع مش عارف 400 جنيه. فالإخوان ماسك تقريبا السيلفون من الكالكوليتور مطلعها غلط. الموضوع مش محتاج حسبة خالص يعني. هو بيقول لك دافع 40,000 وبدفع 400 في الشهر. يعني 400 في الشهر يعني كام في السنة؟ يعني 4,800 في السنة. صح، 4,800 في السنة، اضربهم بقى في 20، قول 5,000 في السنة عشان نخلص. ف 5,000 في السنة في 20، يعني في 10 سنين 5,000 هيعملوا 50,000. يعني في 20 سنة هيعملوا 100,000. حط ال 100,000 على 40,000، ثمن الشقة كلها طالع إيه؟ 140,000. الأخ الإخوانجي في القناة اللي هي ذات التأثير، في الآخر عمل الحسبة على جاب السيلفون، قعد يضرب من غير، مش محتاجة سيلفون ولا حاجة يعني. فقال له سعر الشقة مش عارف 560,000، نحط عليهم 700,000 يبقى 850,000، وأنت حمار مش عارف ده، يبقى أنت بتكذب وبتاع. المقطع موجود على اكسترا نيوز على فكره، اتفرجوا عليه. يعني حتى العمليات الحسابيه البسيطه، زي ما مرسي ما كان عمال يحسب حسابات في المؤتمر السري على الهواء مباشره، مش عارف يحسب حاجه. فده التاثير يعني. ونفس الشخص على فكره قال له ايوه، ايوه العقيد سيد كفته، ايوه الجيش كلنا مع الثوار وبتاع. طب الحمد لله، طب انزل الشارع خلاص، العقيد الجيش كله مع الثوار. طب انت لما تعمل الحركات الهبله دي، ما هو خلاص بقى تعرف انك زي عارف القصه بتاعت الراعي والذئب وبتاع، اللي كان بيطلع يهرج بيقول لك الذئب وبتاع، في الاخر فعلا لما جه الذئب ما حدش عبره. ما انت عمال تكذب، فخلاص ما انت خلاص. فهمت. نشوف الاخ ادم بيقول ايه تاني. انا لا اقول ان الاخوان هم الافضل للحكم، هم ملوش علاقه اساسا بالحكم ولا فاهمين، هي خطب جمعه وخطب حماسيه. واذا كنت بتقول على عبد الناصر ان هو الحنجوري، فانت مضروب في عبد الناصر في الف. انت حنجوريتك ما حصلتش. حكم ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انا علينا نسير الله، ماشي. اللي ادب تحت، معلش. انا كنت شفت تعليق بس مش عارف هو فين اساسا. اتكلم بقى عن ايه خبرة الاخوان في السابقة في الإعلام. إذا كانوا هم في الحكم وكان عندهم 1000 قناة من ده جوه بقى مصر، ده قنواتهم بالإضافة بقى للقنوات الإيه من لفة لفوهم، حافظ بقى وخالد عبد الله والذي منه، وما فلحش. عكاشة وبتاع شوية القلاضيش دول عرفوا يغفلوهم. هتيجي انت قاعد لي بقى معروف انك مرتزق في تركيا،
وهتيجي انت تعملهم النهارده وبقالك 6 سنين بتهرتل في نفس الهرتله وما نفعتش. بس يعني هو ده ايه، ده اللي اقدر اقوله على ايه اعلام الاخوان. هحاول اشوف ناس على كل حال. يلا، احنا قلنا من الافضل ولاي شخص، وده الشيء برضو اللي هو مخليهم في حالة العجز. انا مش عايزهم يطلعوا منها بصراحة، بس يعني هي بشكل عام يعني الافضل ان هو دائما يستمع للطرف الاخر، عشان زي ما بقول ايه يشحذ سكاكين، يبقى ايه حاضر، ويبقى الحجة دي سمعها ويعرف ايه الرد عليه يعرف. انما مشكلة الاخوان الرئيسية، مشكلة هذه الطائرات عامة، الصوت الواحد. انا هقعد اسمع في نفسي انا بقى زي حلقات عزام التميمي دي، جايب 4 قلاضيز زيه وعمالين ايه يغني ويرد عليهم صوت. عملت كسبنا صلاة ما فيش، كله على قلب رجل واحد، السيسي قاتل، السيسي خائن، الانقلاب، الربيع العربي بتاع. بس ما فيش حاجة يعني، ما فيش أي حوار حقيقي. هو بيقولك بيغنوا ويردوا على بعض، وده بيؤدي لنوع من الركود العقلي. أهمية وجود الطرف الآخر ده، الأنتاجونست ده، حتى إيه بيدربك عقليا يعني. ده بالنسبة، بس طبعا في النهاية يعني ايه الراجل الحقيقة راجل محترم، وده نادر، عملة نادرة في الزمن الأخضر اللي احنا عايشين فيه، عشان كده برضه الواحد بيحاول يبقى محترم يعني وكده. وبعدين قبل ما نختم هذا المقطع، يعني هذه الجماعة مش الناس فاكرة يعني ايه مثلا أنا مش مستظرفهم، او مثلا هم بيقولوا نكت بايخة فلا فنموتهم، فلا مش هي دي الحقيقة. بس انا فعلا مؤمن ان هذه الجماعة آه، حتى انا ساعات في ايات من القرآن انا بحس انها زي يكون منطبقة عليهم، يعني على اللي في، بس طبعا مش اللي فاكر لا في سورة ايه ولا بالنص حرفيا، بس ما معنى الآية. يقول لك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. هم بحس انها لابساهم. وبرضه الآية التانية بتقول لك وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحين، ألا إنهم هم المفسدين، أو شيء من هذا المعنى. أنا أستشعر إن هذه الآيات زي تكون من نازلة فيهم هم. هذه جماعة، لما يكون مؤسس الجماعة أشبه بكشك، ناس كل ما تمتلكه مجموعة من الخطب ومجموعة من الشعارات الفارغة اللي بلا أي، مع أول ضوء للتجربة مش بتنهار، بتتفتت ويزروها الرياح. عارف لما في كده في يوم القيامة يقول لك إيه فعمدنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منصورا. هو تحول إلى هباء منصور مع أول ضوء للتجربة. لا فكرة في إدارة ولا إعلام ولا حكم ولا سياسة ولا سياسة داخلية ولا خارجية ولا أي شيء، ولا أي شيء، ولا في وشوية الشعارات. طب مش عارف الخليج شفف لنا يلا نشوف إيران. طب مش عارف إيه ده نستهبل على حد. دي دولة أنت بتتكلم في ده، مش قاعد بتدير في عشة فراخ يا عم. وتاريخ بقى من العمالة. يعني في مقطع كارثي اخر بكم علاقاء مع عصامة الليمة ده، وطبعا ده عامل فيها اللي هو ايه كاهن اسرار الاخوان وبتاع، عارف بقى الاسرار الداخليه وكده، على فرانس 24. وموضوع الحلقه نفسه مش حاجه جانبيه، اللي هو علاقه الاخوان بالمخابرات الاجنبيه. هذه جماعه بتستخدم،
هم مش يعني اللي عين البلهاء اللي هم قاعدين في الارياف واللي بيجابوهم من الاتوبيسات حطوهم في رابعه بتاع، طبعا وبيسمع خطب كشك وبتاع، الاخوان بقى بيتصدوا للمؤامره على الاسلام وبتاع، فما متكيف قوي. لكن هو لا يعلم ان هذه الجماعه اساسا من ضمن الحاجات المهزله ان ايام ايام عبد الناصر كانت المخابرات البريطانيه ده في المرناب بتصدر بيانات هي اللي بتكتبها وبتصدرها بالاخوان. وهو طبعا ما هو عامل تراحيل، امضي ياض امضي ياض يلا من هنا بتاع، قال البيان ده مصدر، طلعوا الاخوان لهذا المستوى. فالناس دي مش فاهم انها بتستخدم. هم فاكرين بقى نفسهم بقى جماعه بقى تنظيم دولي بتاع، اللي هو في النهايه هم عمال تراحيل، ومره بعد مره بعد مره بعد مره. فالامتى المهزله دي هتفضل تستمر يعني؟ طبعا الكارثه اللي هم منخرطين فيها اللي هي مسألة خلط الدين بالسياسة. هو ايه، احنا حزب سياسي بس ايه، نلحسه بقى كده، ان نغمسه شوية دين كده وايه. فما ما بقتش فاهم. فساعة لما يتزنق يقول لك اصل دي احنا دي مصلحة. طب ما انت بتقول مبادئ وبتاع، لا ما هو بس دي مصلحة دلوقتي، المبادئ ان بعدين هنشوفها وبتاع. وبعدين شوية بقى لما يجي ايه يزايد على حد، قال ان انا جماعة زي فاكر مرسي لا كان قاعد في محل الكشري تقريبا او على قهوه بلدي وبتاع، قاعد لك بقى لابس البدله الصيفي بقى بتاع غزل المحله وبتاع، فقعد يقول لك ايه، احفاد القرده والخنازير. طب اتمسح بيه الارض واتسال عليها بره وقع بقى. لا هي اتقطعت من سياقها. ما هي دي الكارثه. انت اقعد، ما حدش قال لك ما تصليش، صلي صوم فلقس روح حج اعمل اللي انت عايزه. ما حدش قال لك انت بتعمل ايه. تيجي لي بقى تقول لي تعالى بقى والاسلام هو الحل وصالح لكل زمان وكان، انت اللي جبته لنفسك. انت اللي جبته لنفسك. ومش عارف هي يعني يعني هم وصلوا لمرحله دلوقتي اللي بيحركهم لا في بقى ايه الشريعه، ولا في الاسلام هو الحل، ولا صالح لكل ده، ولا كل ما يحرك الوقود الحقيقي الذي يحرك الاخوان الان هو كراهيه السيسي. يعني وقع السيسي ان شاء الله البلد تروح في 60، اهم حاجه ننتقم منه. مجرد جماعة موتورة هي تحاول بس كده، اللي هي جماعة موتورة. يعني عندهم استعداد بس نوقع السيسي ونحل بقى كده الجماعة ونروح لو هنروح كلنا في 60 داهية بس نوقع السيسي، هو ده ما يحركه. وهو مش هيحصل. زي ما قلت لك الدبابة في دبابة وفي كده. م? ده يعني ما استطعنا خلوه، بس برضه نشكر الراجل على أدبه واحترامه يعني وكده. ونرجو التعامل مع الناس المؤدبة بأدب عشان برضه عيب الألفاظ السيئة والبذيئة. وده ما أستطيع قوله فردا على هذا الأخ الكريم. يلا سلام.